المَيّة السخنة بتاخد وقت in the شوية إن street. هي So إن that هُم yeah, كانوا that's يعني بيحرقوا الزبالة في melody chicken. والفراخ البلدي. برافو. Oh, Oh my gosh. uh-oh. Oh my gosh. No, 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 no. مرحبا يا أصدقاء معكم كارو. كيف الحال يا هوري؟ I'm very good. وأنا سما. لو أول مرة تشوفونا، أنا مصرية وكارل أمريكي، تمام؟ فهسأل بقى النهاردة هدخل في موضوع على طول. هسأل كارل عن انطباع عن مصر، يعني إيه الأكل اللي حبه في مصر، إيه انطباع عن مصر، إيه أكتر الحاجات اللي حبها. قبل ما تكملوا الفيديو ده، عايزه اقول لكم الفيديو ده انا حابه ان هو يكون سماعي، بمعنى ايه ان انا هترجم ورا كارل على طول، بحيث ان انتوا مثلا تكونوا بتعملوا اي حاجه تانية، مشغولين مثلا تعملوا اي حاجه في يومكم، وتبقوا حاطين الفيديو على الموبايل جنبكم تسمعوه، بس مش شرط ان انتوا تتفرجوا. بقول له انت كنت يعني ايه الفكره اللي انت كنت واخدها عن مصر قبل ما تيجي؟ Has the history is it has a very long history, ancient history, and I knew the ancient history with the pyramids and the pharaohs, Yeah. and I also knew about the Romans, and Yes. I also knew about the Khalifa. There's like many empires يا فهو بيقول ان هو كان عارف عن الحضاره المصريه القديمه وعن الرومانيين or something. العباسيه. Abbas, بيتكلم عن الولايه، وبيقول Abbasiyya. عن الولايه العباسيه والامويه والكلام ده، اللي هو تاريخ مصر بشكل عام. لان how you know that انت ازاي عرفت؟ I like Wikipedia. When I was like 16, 17, really؟ I used to read a lot of Wikipedia about like history. فبيقول ان هو عارف ان الحاجات دي وكده عن طريق اللهم صل على سيدنا محمد، عن طريق اللي هو ان هو كان بيقرأ ويكيبيديا كتير، والكلام ده عن التاريخ بشكل عام. انت درست اي حاجة عن مصر في المدرسة؟ Study anything about Egypt? Yeah. Oh, you know, in middle school we did like a chapter about Egypt, and it was all about ancient like the pharaohs and they used to do they had the in the what middle what is school. it called هيروغليفية. yeah, hieroglyphics, that's what they say. ان هو في المدرسة المتوسطة درس عن تاريخ مصر وكده، والهيروغليفية وشكلها والكلام ده. ندخل بقى في اول حاجة، اول انطباع عن مصر ايه؟ يعني اما جه مصر وكده كان ايه اول حاجة حسها عن مصر؟ You mean from reading the books or from visiting? No, visiting. بقول له From بالزيارة يعني. from visiting, I really like the weather. The weather is nice because it's dry. I like how it's very dry weather. فبيقول ان هو يعني اكتر حاجه حبها ان هو الجو، ان الجو جاف. عارفين هنا في امريكا للاسف الجو شويه رطوبه عاليه جدا جدا جدا. وبيقول ان هو كمان كان مشمس يعني. هو تقريبا يعني معظم الاوقات اللي كان بينزلها مصر تقريبا كانت بتبقى في الشتاء، يعني ثانيه غير الجو. Well, the streets are beautiful. You know, it's you know, here we the houses, we have houses which are far away. You know, you have a house and then you have a house. But in Egypt, in Cairo, it's like the streets are, you know, it's packed. You know, it's more crowded. You know, it's not really a good or bad thing, but it can be nice to be, you know, you visit for more the first alive. time. Maybe yeah, it kind of reminds me a little bit of Korea. Korea is more tight. بيقول ان هو فكره ان الشوارع زي ما بتقولوا كده، يعني زي ما بنقول عارفين متلاحمه او زحمه، يعني اللي هو يعني فاهمين ان انتوا بتلاقوا هنا في امريكا قصده. على فكره ما هو في مناطق برضو في مصر كده نفس الحكايه، ان الكومباوندات والكلام ده بيكون كل فيلا مثلا او بيكون بعيده عن بعضها، تمام. وقصده بقى ان في مصر ان القاهره بالذات، يعني او هو في القاهره لان معظم تواجده كان بس في القاهره، ان البيوت قريبه من بعضها، قصده العمارات، يعني ان في يعني عارفين في حياه اكتر يعني. وبيقول ان هو بيفكروا الموضوع ده بيفكروا بكوريا، يعني كوريا برضو كان نفس الحكايه، يعني نفس نوع الشوارع بالنسبه للناس. The people, yeah, there's a lot of variety. The way that people look is variety. The skin colors have a lot of variety of skin colors, a variety of facial features. Like the faces look very variety of kinds of faces. You know, yeah, you know, you see like people with blue eyes and brown eyes, and you see light haired people and dark haired, but you see a lot of variety. Yeah. بيقول يا جماعه ان اللهم صل على سيدنا محمد، ان يعني ان في تنوع بالنسبه للناس، يعني الناس شكلها
فيها تنوع في كل الالوان البشره وكل ملامح بشره مختلفه، اللي عنده اللي بيكون بشرته غامقه شويه واللي بشرته فاتحه شويه واللي عينيه زرقاء واللي عينيه عاديه بني، يعني في تنوع يعني. Also, it's very beautiful. Like some places, it has we call them landmark Okay. diversity, or maybe there's a masjid, like a very old masjid or something like that, or church, Yeah. and like very beautiful. You know, they're so old, beautiful. You can see the windows, design of the roof in the windows. It's like so old and so strong. And يا جماعة هو بيقول برضو إن في أماكن كتير اللي هو في حاجات اللي هو قصده الأماكن السياحية وإن حاجات مميزة زي مثلا جامعة القاهرة بالنسبة له شكلها مميز، بالنسبة مثلا الشبابيك والحاجات بتاع الأماكن السياحية والمساجد القديمة والكلام ده، فده بالنسبة له برضو كان حاجة مميزة. إيه أكتر حاجة أنت حبيتها في مصر؟ it's definitely the people, because the people are so I think they're a little chatty. They like to talk. They're very friendly. It's very friendly. I think very friendly and they're very down to earth. We see down to earth, meaning like, you know, not acting like they're high, not acting like you're acting, you're acting like me and you, like we're friends, like فبيقول بالنسبة أول حاجة عجبته الناس، يعني الناس زي ما بنقول كده يعني بالمختصر ودودين يعني، تمام، ان هم مش بيتعاملوا بتعالي، ان هو ان انت ما تتكلم مع حد كانك عارفه، يعني كانك عارفه كانه صديق ليك يعني وعارفه من زمان وكده. فدي اكتر حاجه عجبته اللي هو الناس يعني ان هم ودودين وكده. ايه كمان what else really like but it was really your cooking. Oh, we did visit that one place. It was remember that place? It was like a small place. It was I forgot what it was. Shawarma. Yeah. So good, this shawarma. They had like different sauces. They were all good sauces. Okay. Yeah. بيقول ان احنا لما زرنا اول يعني بعد الخطوبه على طول اللهم صل على سيدنا محمد اخدته مطعم مع عيلتي وكده، مطعم للشاورما وشاورما سوري كده، بس هو كان مطعم مصري يعني. بصوا عجبه جدا جدا جدا، والصوص اللي بيقول عليه مش عارفه قصده الطحينه والكلام ده وكده، اللي هو عجبته يعني كان اول مره، والتوميه عجبته قوي جدا. فهو فاكر الموضوع ده اكتر حاجه يعني من الحاجات اللي حباها في مصر. بص انا بس احيانا كده ببص الناحيه دي عشان ببص على اشلي، فهي بس ايه يعني معانا في الاوضه فعشان كده لازم براقبها. اوه برافو. او ماي جاش. بصوا هتلاحظوا ان احنا غيرنا المكان علشان اشلي كانت عايزه تطلع بره معانا، فللاسف الشديد خطر عليها وكده، كانت عايزه تمسك في اللي هو حامل الموبايل وكده. حبيت ايه تاني في مصر؟ Yeah, I enjoyed your family so much. That was yeah, so nice. يا بيقول ان هو حب عيلتي في مصر والكلام ده وكده. ايه اللي ما حبيتوش في مصر؟ What did I not like? Oh, yeah, the traffic. الزحمه، ما حبش الزحمه في مصر، فعلا كانوا بيشتكي منها. Traffic and there's actually هو وعيلته smell. كده كانوا بيشتكوا موضوع الزحمه، ان الزحمه قويه قوي. smell from the gas or the وريحه اللي عارفين ريحه عوادم السيارات والغاز والكلام ده وكده يعني. What else? Actually, I saw sometimes they burn the trash in the street. ان هم كانوا يعني بيحرقوا الزباله في الشارع وكده، فكانت بالنسبه له دي حاجه غريبه شويه وصعبه يعني. The people are very nice too. I remember when we went to get our COVID test to go back home. So nice. They showing us where like very nice. بيقول ان يعني الناس ان هي كويسه وكده. هو قال التاني يتكلم تاني على الناس، بس دي مش عيب. احنا بص هو بيتكلم ان احنا لما رحنا عملنا فحص الكورونا، قصده بعد ما نزل بعد الكورونا يعني وكده، عشان نزل مصر كذا مرات كتير يعني. ايه اللي ما حبيتوش تاني في مصر؟ honestly بامانه يعني. Maybe the hot water takes a little while. بيقول ان الميه السخنه بتاخد وقت شويه ان هي يبقى في ميه سخنه يعني، عشان هنا على طول انت اول ما بتفتح الحنفيه يا دوب بس ثواني وبص تلاقي الميه السخنه على طول يعني. ايه تاني؟ It was kind of small. اوكي. بيقول ان الاسانسير كان صغير شويه and it يعني needed like a key also وان لازم يتحط مفتاح في الاسانسير. احنا بالنسبه للعماره اللي احنا ساكنين فيها لازم بيبقى بشفره، يعني بيبقى مع سكان العماره بس الشفره دي، فهو بالنسبه له كان صغير لان العماره فيها اكتر من اسانسير. العماره بيبقى الدور الواحد فيه 5 شقق، تمام، ففي اكتر من اسانسير، فهو مش حابب ان الاسانسير صغير شويه.
I like the Eid prayer, how everybody was outside in the streets. That دي was حاجة very حبها، nice. بس هو جابها في الحاجات اللي مش بيحبها. قصدي ان هو حب صلاة العيد يعني. نتكلم بقى على اللي هو الجزء الخاص بالاكل، ايه الاكلات اللي هو اكتر اكلات هو حبها في مصر، والاكلات المميزة يعني بالنسبة لمصر اللي انت حبيته في مصر يعني. I like the chicken. I like the shawarma. بيقولوا ان هو حب اللهم صل على سيدنا محمد الشاورما والفراخ. كان بيحب الفراخ بتاع ماما جدا بشكل رهيب. فبالنسبه له فراخ ماما وكده كانت مميزه، الفراخ في مصر كانت مميزه قوي، كان بيحبها يعني. Yeah, they were like eggs cooked in butter or butter oil, like the oil from the butter. يس. Yeah, it was so amazing. And we ate it with the bread. It was so good. بيقول ان هو بالنسبه ان البيض اللي كان اللي هو اللي عارفين كده البيض العيون اللي بيتعمل بالزبده يعني الزبده البلدي وكده، وان هو كان بيتطبخ مع كان بيتاكل بعيش، فهو حابب ان هو يعني ايه ان الفكره دي مميزه شويه عنده يعني. عشان هو عمره ما بياكل اصلا البيض بعيش، ما يعرفش يعني ايه ياكل بيض بعيش يعني. Yeah, I like the mint tea. It's very nice. الشاي بالنعناع، حب الشاي بالنعناع. بقول له ايه اكتر يعني، قول لنا ايه طيب الاكل المميز، يعني اكل يكون مميز شويه بالنسبه لنا. Yeah, but that shawarma was the really special. لحد دلوقتي فاكر الشاورما، انا مش عارفه المونتاج هيمشي ازاي، ممكن لان هقطع اجزاء كتير، بس لحد دلوقتي قال الشاورما بشكل رهيب، كل شويه يقول يتكلم عن الشاورما وكده. Of the hammam. الحمام، حب الحمام يعني كده. Yeah, it's so good, and the belly chicken. والفراخ البلدي، يعني الفراخ البلدي كانت بالنسبه له مميزه. I love the mahshi and the crumb. اوكي الكرنب، عشان هنا ما يعني هو ما جربش ابدا محشي الكرنب تقريبا، مش عارفه جرب محشي الكرنب قبل كده ولا لا. فبالنسبه له يعني حب محشي الكرنب بالخلطه المصريه والكلام ده وكده. And the cheese, there was like a special kind of cheese with the eggs. يعني قصده الجبنه يا جماعه، اللي هي الجبنه اللي عارفين الجبنه الفته والكلام ده وكده، او البريزيدون او الكلام ده، اللي هي الجبنه العاديه بتاعتنا العلب دي، سواء بقى ايا يكن البراند بتاعها يعني، مع عارفين الفطار المصري ده اللي هو جبنه وبيض والكلام ده. خلاص هوقف بقى الفيديو عن كده عشان ما يبقاش طويل قوي عليكم، لان زي ما قلت لكم انا اللي هترجم، فيعني عشان هيبقى الجزء اللي انا بترجم وراه عشان تقدروا تسمعوا بس الفيديو ده. فانتوا بقى لو حابين ان احنا نعمل جزء تاني وانتوا تسالوا اسئله محدده واحنا نجاوب عليها بالنسبه رايه حاجات معينه في مصر وكده، فاكتبوا لنا في الكومنتات. مع السلامه. اوكي ثانك يو. اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.